طبعًا شتا يعني شوربة العدس. النهارده هاقدّم لِك شوربة العدس بشوية تريكات بسيطة كده، خفيفة وسهلة وبسيطة وما فيهاش أي تعقيد، وبجد شايفين هاقول لكم سر اللون بتاعه التحفة ده. وكمان بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو لو عجبِك الفيديو يا ريت ما تبخليش عليَّ باللايك، هو ده اللي بيخلّيني أوصل لأكبر عدد من الناس، وبيشجعني وبيخلّيني إن أنا أكمّل واستمر معاكم في مزيد من الفيديوهات. شايفين طبق شوربة العدس بقى يا سلام على حتة الزبدة اللي فيه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا إيه. أول حاجة هيكون معايا معلقة توم كبيرة من مفروم كبيرة، وكمان ربع كيلو من الجزر عشان هاستخدم ربع كيلو من العدس. قد الجزر حطي يعني قد العدس حطي جزر، نص كيلو عدس يبقى حطي نص كيلو جزر. أنا دايما بعمل كده، هو ده أول تركية فيه وأول سر لونه المميز. بعد كده طماطميتين كبار، وبعد كده بصلايه كده حلوه متقطعه كله 4 طبعا يا جماعه انا هسلق العدس ومش هشوحه. على فكره انا جربته بطريقه التشويح في معلقه سمنه بلدي، والله العظيم لقيته يعني نفس الفكره بالظبط، نفس فكره التشويح، بل ان هو بيبقى تقيل شويه. ولكن احنا بنعمل تركات تانية هقول لكم ايه هي. ولكن انا بسلقه عادي جدا، رفعته هنا على النار، حطيت نص الحله ميه، ما تزوديش الميه اوفر. وبعد كده اول ما يبتدي يغلي معايا هبدا اوطي عليه النار وابدا اوارب غطا الحله، واوعي تغطي الحله عشان العدس بيفور معاكي. هنا العدس استوى تماما، اول ما تعرفي ان الجزر استوى يبقى كده حلو قوي. هنا بقى خدت العدس برد معايا، ضربته في الخلاط، ما جبتش اللقطه دي طبعا، عايز تضربيه بالهاند بلندر مفيش مشكله. تعالي بقى اقول لك تاني تركايه في العدس. نزلت كده بمعلقه كبيره من من السمنه البلدي، معلقه محترمه كده من السمنه البلدي، عدس يا اما زبده يا اما سمنه بلدي. وبعد كده قطعت بصلايه كده حلوه مكعبات بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه معاكم ده. واول ما يوصل معاكي البصله اللون المصفر، انا مش عايزاها تغمق على فكره، انا مش هعمل لها تقليه، يعني مش هعملها تقليه، اول ما تصفر عشان العدس لونه ما يغمقش معاكي، انا عايزه اللون بتاعي يبقى فاتح وحلو. اول ما البصله تصفر معاكي بالمنظر ده نزلت بالعدس وطشيته عليه وعمل تش، بتبقى تحفه جدا طشه البصل دي. نبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا. انا حطيت مكعبين من المرقه، بيفرقوا جدا في الطعم، بيبقوا تحفه جدا. وبعد كده نزلت كمان بكمون، نزلت بكزبره، انزلي بشويه شطه كده حلوين، ربع معلقه صغيره كده من الشطه، نص معلقه صغيره من الكزبره، نص معلقه صغيره من الكمون. وظبطي بقى الملح بتاعك. وتركايه بقى حلوه جدا، معلقتين صغيرين من السكر. بصي هتقولي لي ايه، بيدي طعم تحفه 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 تحفه. جربيها وهتدعي لي، واي حد هيشرب شوربه العدس وياكل منك شوربه العدس دي والله العظيم هيقول لك عاملاه ازاي، بجد وهمي وتحفه جدا، وطريقته سهله وبسيطه. نيجي بقى دلوقتي العدس معانا غلي، هنحمر دلوقتي بالظبط 3 معالق كبار من الشعريه، ما تزوديش الشعريه عشان طبعا ما يتقلش معاكي قوي. نزلت هنا جمعت بين الزبده، حطيت معلقه زبده مع معلقه سمنه بلدي. وبعد كده اول ما الشعريه غيرت لونها نزلت بقى ايه بتركايه ثالثه، يعني فصين توم مفرومين هخليهم يتشوحوا معايا مع الشعريه لغايه ما يحمروا معايا، وترشهم بقى على العدس، ودي اخر حاجه. وبس كده العدس معايا قلبيه ياخد غلوتين معاكي بالظبط واطفي عليه. وهنا العدس بتاعي كان زي الفل، شايفين قوامه تحفه جدا. هنا بقى حمرت العيش بالطريقه المعتاده جدا، بتحمريه في الفرن في الاير فراير في الزيت من فوق براحتك خالص، عيش بلدي مصري عادي جدا. تغرفي بقى طبق الفتة العدس معاكي. ومعاكي بقى اهم حاجه وانت بتغرفي شوربه العدس، بصوا، مكعب زبده في شوربه العدس او معلقه سمنه بلدي، وكلي احلى شوربه عدس في حياتك مع بصل اخضر بقى، مع طبق بصل كده. مش عايزه اقول لكم بجد، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بالله عليكم ما تنسونيش باللايك والشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.